السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه غداء سهله وسريعه صيفيه كيحمقوا على الوليدات، وكذلك ديوها معكم حتى للبحر. كيجي ساندويتش غزال ورائع. من المفضلات ديالي هو الساندويتش هذا. مكونات جد بسيطه، صايبت واحد بالطون وواحد بالسوسيس. فدابا غندوزو مباشره باش نكتشفوا المقادير ديال هاد الساندويتشات ديالنا. عندنا كي كتشوفوا معايا فدرت الفريت يعني كتقلى. عندي مطيشه قطعتها على هذا الشكل هكا شويه رول، يعني طول قطع شويه رقيقه. خيزو حكيتو بطبيعه الحال. عندي هنا البنات الطون ضروري، عندي زيتون مقطع. غادي نستعمل كذلك الهريسه، فانا كنديرها صراحه في الكونجلي كتبقى مزيانه. وعندي هنايا المايونيز، هاد لاصوص غادي نديرها بمايونيز وبالهريسه. كتجي صراحه صوص لي زوينه ولذيذه وحاره في نفس الوقت. فغادي ندوزو باش نكملوا المكونات ديالنا يعني اللي كاينين عندنا في الوصفه هذه. غنحتاج كذلك هذا الخبز ديال الساندويتش، هاد النوعيه هذا تيكون ديال هكا فيه القمح. غادي نشارك معكم واحد السلطه خفيفه وزوينه ملحه، وكذلك في نفس الوقت حلوه، يعني مخلطه ما بين الخضار وما بين الفواكه. عندي هنايا التفاح اللي قطعته على هذا الشكل بهذه الطريقه هذه. عندي لافوكاتيه قطعتها على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد السلطه فكيديروها بزاف الاجانب، كتجي زوينه بهذه الطريقه وبهذا التقطاع بهذا الشكل هذا. انا دائما صراحه كنصيبو سلطه بهذه الطريقه كتجي زوينه. عندي الخيار تا هو قطعته بهذيك الطريقه، تا هو هكايا شويه طويل باين. عندي المونغ تا هو قطعته بهذه الطريقه. وغادي نزيد كذلك الخس ضروري، الا ما درناش الخس ما كاين حتى حاجه. تقدروا كذلك تضيفوا مع هاد السلطه طوماط سوريز. صراحه انا ما تعجبنيش، ما عنديش مع مطيشه بزاف لي صالاد، ما عرفتش علاش كنفضل نديرها في ساندويتش وشي حاجه. بصراحه ما كتعجبنيش بزاف. نتوما تقدروا ديروها، راه كتجي حتى هي زوينه بزاف. غادي نحاول انني نبنن هاد السلطه بشويه ديال الزيت، شويه الملحه والبزار وشويه الخل، اولا تقدروا تعوضوا الخل بلاصتو الحامض، تعصروا شويه الحامض. وبطبيعه الحال كتقدموها هكا مع لي ساندويتش ديالكم، راه كتجي زوينه. وتبدلوا شويه من السلطات اللي مولفين كتصايبوا. هنا البنات غادي نصايب معكم الصلصه اللي قلت لكم اللي غادي نرافق في هذا الساندويتش اللي غندير في الساندويتش. كتجي لذيذه بزاف واقتصاديه. عندنا مايونيز وغادي نزيدو الهريسه، ما غاديش نزيدو حتى شي حاجه اخرى، فقط كتجي لذيذه وكتجي حاره صافي. بطبيعه الحال هنا نسيت ما وريتكمش، راه عندي البنات غادي نستعمل حتى البصله شويه مقطعه في هذا الساندويتش، والخس حتى هو ضروري، الخس نغسلوه مزيان كيف تتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد الساندويتش غادي نعمر جوج، غنعمرهم بالطون، وجوج اخرين غندير فيهم السوسيس، يعني صغير غتسوطيو شويه مع هكا زويته وصافي. وغادي تضيفوا يعني شي كيبغي سوسيس شي كيبغي الطون، يعني كل واحد الذوق ديالو. صافي البنات كي كتشوفوا معايا دابا غادي ناخذ ان شاء الله لي ساندويتش ديالي، غادي نبدا تنعمر فيهم. شوفوا معايا الصلصه كيفاش تجي لذيذه بزاف، كتجي زوينه وسهله. هانتوما يعني كتشبه لاصوص الجيري في اللون ديالها. هانتوما غادي ندهن الخبيزه ديالي، غادي ندير الخس. غادي نزيد كذلك هنايا الخيزو محكوك بهذا الشكل هذا. تقدروا تضيفوا حتى فرماج محكوك بطبيعه الحال، تقدروا انكم تزيدوه. غادي ندير كذلك هنايا درت البصله، درت الخس، الزيتون، مطيشه، ودرت الطون. درت الطون حتى هو زيتون مقطع. درت كلشي البنات، كلشي درتو. وكي تشوفوا معايا هنا غيبان لكم انني شي درتو بالطون كي تشوفوا معايا، وشي درتو بالسوسيس، يعني نفس المقادير غير هذاك السوسيس وهذا فيه الطون. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وتجربوه ان شاء الله للغداء، وغادي نقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. بسلامه.